السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أيها الأعزاء، أيها العزيزات، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء المقتضب الذي سأخصصه لمن أعطوا لنفسهم الحق في محاولة التشويش على ما تعلمناه من ديننا الحنيف. هذه الصيحة التي جاءت من الشرق فاستقبلها أهل الغرب، وأضحوا يشككون في السنة وفي بعض الصحاح. فأقول لهؤلاء، وخاصة رأس التنكر فيهم، بأن المساهمة في هذا الموضوع أو نقاش هذا الموضوع بعيد عنك كل البعد. احترم التخصصات. فأنت حين تتحدث في تخصصك المتعلق بالتغذية وآثارها على الجسم، فإننا نستمع إليك ولا نناقشك، لأننا لسنا مختصين، ونقول بأن هذا السيد درس هذا العلم وله فيه معلومات كثيرة كان يفيدنا بها جزاه الله خيرا، ونترك التعليق للمختصين مثله، هم الذين يردون عليه. ولست أدري كيف انتقل من الحديث عن التغذية، عن البقوليات وعن الخضروات والفواكه وإلى آخره، وارتمى في أحضان الدين ليعبث به، لا لينقيه ويزيد في توضيحه للناس. فهو بالنسبة لا يعتبر نفسه يوضح، ولكنه في الحقيقة يشوش علينا، يشوش على ما تعلمناه طيلة هذه السنوات في المدارس وفي الكتاتيب وفي المسيد وفي بيوتنا، وما جرى عليه المجتمع في صيامه وصلواته وزكواته وحجه وعمرته وتعاملاته الإسلامية. جاء هذا الشخص ليقول لنا بأن كل ما كنتم تقومون به فهو ضلال في ضلال، ويجب إعادة النظر فيه. شك في ليلة القدر، شكك في زكاة الفطر، شكك في الأحاديث، في السنة ألغاها بالمرة السنة. وهذا بيت القصيد، إلغاء السنة، ويعتبر نفسه قرآنيا ولا يؤمن إلا بما جاء في القرآن، علما أن ما جاء في القرآن مضمونه هو المؤمن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. هذا هو الإيمان. ربما سيقول بأنه يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يؤمن بسنته، فهو يقول صراحة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء ليشرع. فأدعوك إلى ترك هذا الموضوع لأهله والمتخصصين فيه. فقلت: أنت حين تتحدث في التغذية فأنت عالم بما تقول، ولكن حين تتحدث في الدين فأنت مجرد مثقف، لست عالما. جمعت معلومات من هنا ومن هناك وربطت بينها وحاولت أن تعطي فكرا أو أفكارا. فأهل العلم يرد عليهم أهل العلم، والمثقف يأخذ من هنا ومن هناك ويقارن ويتخذ مسارا لنفسه هو، ولا يفرض أفكاره على الآخرين. فحين تحدثت في الطب خرج أصحاب الطب ليردوا عليك، وحين تحدثت في الصيدلة خرج أصحاب الصيادلة ليردوا عليك، وقالوا لك بأن تخصصك بعيد كل البعد عن الطب وعن الصيدلة، فأنت شخص يعني
ترمي وتقذف بنفسك ذات اليمين وذات الشمال. ربما أنك تؤمن بالمقولة الخاطئة خالف تعرف، خالف تعرف. وربما أنك ديكتاتوري في الأفكار، أردت أن تفرض علينا رأيا وتلغي جميع الآراء. فالفقه بحر كما قال حافظ إبراهيم في اللغة العربية، هو يصف اللغة العربية وأنا سأخذ منه هذا البيت للأمانة، فقال: هو البحر في إحشائه الضر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته. إذن فالغواص هو الذي يمكنه أن يغوص في أعماق الشيء، البحر، ليستخرج منه الصدفات. ولكي تكون غواصا في الدين لا بد أن تكون عالما به. وأنا أقولها لك بأنه صعيب عليك، صعيب عليك، لأن أولا ميكانيزمات البحث في علم الدين ووسائله هي أولا تمكنك من اللغة، تمكنك من اللغة تمكنا جيدا. يجب أن تكون متمكنا من اللغة، وما أظن أنك متمكن من اللغة، لأن اللغة العربية بحر، وربما أنت لا تفقه في نحوها ولا في صرفها ولا في بلاغتها. وأتحداك إذا قدرت أن تشرح لي معنى، أو عفوا أن تعرب لي لا إله إلا الله، تكتفي غير بهذه لا إله إلا الله. إذن اتركي الأمر لأهله. لست أدري كيف انتقلت وتحولت من شخص صراحة من اليمين إلى الشمال دفعة واحدة. فبدايتك كانت في المساجد، بدايتك كانت في المساجد في العهد الكاسيطي، لما كنت تأتي إلى المسجد وتلقي محاضراتك بين قوسين في التغذية وعلاقتها بالدين، وكنت تستشهد لمستمعيك ومريديك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيشته ومعيشته، وبأنه كان يعيش على الكفاف، وبأنه كان يأكل الشعير وزيت العود والأمور التي تدعو إليها دائما في مداخلاتك. وكيف انقلبت عليه اليوم؟ تقول بأن السنة ليست موجودة وأن ما نأخذ بالقرآن الكريم فقط. إذن فمن مصادر التشريع في العالم الإسلامي وعندنا هناك القرآن الكريم، وهناك السنة، وهناك الإجماع، وهناك العرف، وهناك وهناك. إذن فهذا الهرم، هذا الصرح الثقافي الديني الذي بني على مدى 14 قرن أو أكثر، جئت لتخربه أنت وبعض الإخوة وبعض الناس البعيدون كل البعد عن تخصصه، واحد في الحقوق وواحد في اللسانيات وأنت في البقوليات إلى آخره. فالإنسان إذا كان عنده مثلا الدكتوراه في اسم النهار ما يمكنلوش يتكلم بعيدا عن اسم النهار، يحترم تخصصه. وسنحترمون المعلومات التي تعطيناها. إذن فلماذا لا تتكلم في الفلك؟ ولماذا لا تتكلم في الفيزياء والكيمياء وفي المعلوميات وفي بقية العلوم الطبيعية الأخرى؟ لأنك تجهلها وليس لديك معلومات عنها. إذن فكيف تعطي لنفسك الحق أن تتكلم في الدين وهو بحر، مع العلم أن ليس لديك من التكوين ما يكفي؟ حسب علمنا أن لديك بكالوريا في التعليم الأصيل ونحوت نحو الحقوق. إذن بكالوريا في التعليم الأصيل لا تعطيك الحق للحديث في هذا الموضوع الصعب عليك جدا. إذن وتستشهد ببعض الأمور، مثلا قلت بأن الزكاة في آخر فيديو ديالك، الزكاة بأن الزكاة مفروضة من الرسول، والرسول ليس عليه الحق في أن يشرع. واستشهدت بحديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله أنه قال: فرض عليكم محمد صلى الله عليه وسلم. فرض، وقفت عند كلمة فرض. هذه كلمة فرض كتب فيها الفقهاء كتبا واختلفوا فيها، فهناك من فهمها بأنها أوجب، وهناك من فهم بأنها
قدر بمعنى المقدار هو صاع، ولم يفهم منها بأنه فرض. إذن لكي تدخل هذا المجال يجب عليك أن تكون ملما بكل الآراء الفقهية، ولا تكتفي برأي واحد فتفرضه علينا، فلذلك سميتك في الأول بأنك ديكتاتوري الرأي. لا، اترك الإنسان الحق في أن يبدي برأيه، عملا بمقولة الشافعي المعروفة: رأيي صائب يحتمل الخطأ، ورأيك خاطئ يحتمل الصواب. إذن هنا حرية إبداء الآراء، ولا نفرض رأيا على آخر. إذن تكلمت مثلا عن الجمعة، بأن خطباء الجمعة يجب أن يكونوا مهندسين ويكونوا أطباء ويكونوا إلى آخره إلى آخره. هل تعلم بأن خطبة الجمعة ليست علما؟ خطبة الجمعة ذكر، موعظة فقط، لا تستدعي منا النقاش، لأن العلم هو الذي يستدعي النقاش. فحين يقول المأموم في التمهيد للخطبة: ومن لغى فلا جمعة له، بمعنى اسكت وانصت فقط، بأن الإمام سيعطيك موعظة، وأنت مفهوم الموعظة ما هو؟ أنك تعرف ذلك الأمر ونسيته، وجاء الإمام الخطيب ليذكرنا به فقط. فالخطيب في الجمعة لا يطرح علينا علما للنقاش، لأن العلم هو الذي يطرح النقاش، تقول وأنا أقول، في الأخير نوصل إلى النهاية. وإنما خطبة الجمعة فهي موعظة فقط لتذكير الناس بأخطائهم وبما ينتظرهم في حياتهم الآخرة. إذن هكذا يجب أن ننظر الأمور. أولا تقف نفسك، اطلع جيدا، تخصص في هذا الميدان الذي هو صعب، ولا تبدأ بلي أعناق النصوص إلى آخره. فقلت لك بأن هذا المجال صعب، وبأنه يجب أولا أن تكون فارسا مغوارا في اللغة، ولغة الدين لغة الفقهاء تختلف كليا عن لغة الأدب والنقد والشعر إلى آخره. فأنت تخبط خبط العشواء، ربما لم تفهم معنى العشواء. العشواء هي تلك الناقة التي لا تبصر ليلا، تخبط ذات اليمين وذات الشمال فقط. فتأكد من معلوماتك، ولتتأكد ادخل هذا البحر، وأتحداك أنك تعطيني شرحا لبعض المفاهيم التي تستعملها وأنت ربما لا تفهم. ما معنى الحكم الشرعي؟ تعريف الحكم الشرعي ما هو؟ واستسمح هنا أن أعطيك بعض المفاهيم لتعطينا بأنك فاهم لها، وأتحداك أن تكون عارفا لمعانيها، لأنها معاني فقهية لا يفهمها إلا الفقهاء المتخصصون. مثلا، وانظر هنا إلى الورقة، مثلا ما الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الفقهي؟ ولمن هو موجه الحكم الشرعي ولمن هو موجه الحكم الفقهي؟ ومثلا ما الفرق بين السنة والحديث؟ هذه السنة التي تتحدث عنها، ما الفرق بينه وبين الحديث؟ وما الفرق بين مثلا الفرق بين الرأي الراجح والرأي المرجوح والرأي المختار والرأي المشهور؟ وما الفرق بين المجتهد والمفتي؟ وما هي الفتوى التعليمية؟ وما الفرق بين المفتي والقاضي؟ وأيهما عمله يسبق عمل الآخر؟ ومتى يصير المفتي ناصحا أمينا؟ والفرق بين المجتهد المطلق بين المجتهد المطلق والمجتهد المقيد؟ والفرق بين الحكم الدياني والحكم القضائي؟ وبين مثلا وما هو الفقه في حد ذاته؟ ما هو الفقه في حد ذاته؟ ما معنى المباهلة في الفقه؟ ما معناها؟ والتعاملات. إذن هذه أمور كلها، هذا غيض من فيض، هذا غير بعض الكلمات. إذن أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت، وأن تعيد النظر فيما تدعو إليه، واترك الناس وحالهم، واتركنا وديننا، ولكم دينكم ولي ديني. إذن أنت إذا كنت لا تؤمن بأمور فاتركها عندك، ولا تبث البلبلة بين الناس. وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء.